السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم الوصفه الجميله. وصفه بقى بدون اي مجهود. هتقولوا بقى بيتزا ازاي من غير اي مجهود؟ هقول لكم بقى. هي اصلا عباره عن فينو او كايزر زي ما معانا في الفيديو. ده كايزر عادي من مخبز. وطبعا لو موجود فينو بس هيبقى برضو نفس الوصفه عادي. هنقسمه نصين. وهحطه بقى ايه في الصينيه على طول. هكون بس فاتحه الفرن. ده معايا زيت زيتون. هرش على كل واحده ايه رشه خفيفه كده عشان تفضل طريه وحلوه. واحطه في الفرن ياخد ايه تحميصه خفيفه 5 دقايق بالظبط مش اكتر. طبعا لو حجم الفينو اكبر من كده ممكن يبقى 7 دقايق او 10 دقايق يعني. وده زيت زيتون بيبقى طعمه جميل قوي وهو في الفرن. هفتح له هعمل بقى ايه الصلصه بتاعه البيتزا. ده توم وزيت زيتون عليهم معلقتين صلصه. وهقلبهم. هو بصوا كلها بقى ايه وصفه سهله مش هعمل لها صلصه طماطم ولا حاجه. دوت ملح ورشة فلفل اسمر. وعايزين ايه تبقى النكهة برضو بسيطة وخفيفة. ده بقى بعد ما طلع من الفرن شوفوا بقى ايه متحمص تحميصة خفيفة كده وقرمشة خفيفة. همسك كل قطعة. هحط عليها ايه من الصلصة بتاعتي الحلوة دي. الصلصة التوم وزيت الزيتون كله بيعمل بقى مع الميكس كمان اللي هنحطه عليها بيعمل طعم جميل جدا. هو بصوا كأنها فعلا بيتزا جاهزة يعني. انا بقى معايا اللانشون. فلفل احمر واصفر. وطبعا والزيتون مفيش بيتزا من غير زيتون يعني. هحط بقى الجبنه الرومي الاول واللانشون. طبعا اي حاجه اضافات لو لحمه مفرومه اي حاجه عايزين تضيفوها براحتكم خالص. هحطها بقى في الفرن. برضو الفرن لسه معايا سخن. انا بس بعمل الحاجات دي والفرن سخن مفتوح. 5 دقايق بالظبط مش هتاخد حاجه. هتطلع بقى شوفوا طعمها جميل. وعجبت الولاد وسريعة ما خدتش يعني 10 دقايق ربع ساعة كان جاهزة. طبعا اللي حابب يحط لحمة مفرومة قطع فراخ يبقى وجبة بقى في الغدا. سهلة وجميلة وبألف هنا وشفا.